أسعد الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. سيمينار تنوير للمبيدات الحشرية في أغردات. جمعية المعاقين تعقد اجتماعات في القاش بركة. حماية التربة والمياه في عرزة. الرئيس الأمريكي يقول أنه قد يغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة. تزايد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وتركيا تقول أن صفقة أنظمة الدفاع الجوي مع روسيا محسومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقدت وزارة الزراعة سيمينارا تنويريا للمزارعين وتجار الخضر والفاكهة حول المبيدات الحشرية والطرق الآمنة لاستخدامها. وأوضح خبراء علم النباتات في السيمينار أن المبيدات تتطلب الحيطة لمحتواها الكيمائي، مطالبين المزارعين لنظافة مزارعهم للحد من الآفات الزراعية واتباع إرشادات المهنيين، وحذروا من رش المبيدات في الخضروات والفواكه التي بلغت مرحلة القطاف. وقال مسؤول مراقبة الغروة النباتية في مكتب وزارة الزراعة بإقليم القاش بركة السيد أبرهاليه هيلا ميكائيل أن على المزارعين الحذر والقيام بلقاءات وثيقة مع الخبراء بشأن المبيدات التي لا يعرف مصدرها وجودتها. وذكر خبير وقاية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بمديرية أغردات السيد أنغوسون مسغانا أن حشرة توتا أبسلوتا التي ظهرت عام 2012 تسببت في استخدام المزارعين للمبيدات الحشرية، ويجب الاستخدام المضمون لهذه المبيدات. من جانبه يدعم مسؤول الزراعة في المديرية السيد تيدروس قبر مريم أن يكون استخدام المبيدات الخيار النهائي، موضحا بأن مكتبهم يعمل لتقديم الإرشاد المهني حول المبيدات الحشرية. وأكد المزارعون بأن حشرة توتا أبسلوتا أصبحت مشكلة، موضحين بأن دعم وزارة الزراعة يساعد في عملهم. ويوجد في مديرية أغردات 187 من أصحاب البساتين، ينمي 123 منهم الطماطم في مساحة 196 هكتارا. تجري الإشارة إلى أن المراقبة التي قام بها خبراء الزراعة في البساتين في 2018 مكنت من ضبط حوالي 250 كنتال طماطم ملوث بالمبيدات الحشرية، وتم إتلافها قبل نزولها للسوق. عقدت جمعية معاقي الحرب اجتماعات للمواطنين والأعضاء في إقليم القاش بركة للتعرف على أوضاع المعاقين والاهتمام بهم. وقدم مسؤول التطوير الاقتصادي في الجمعية السيد مانويل جرون في الاجتماعات التي عقدت في مديريات تسانية هيكوتا بارنتو شامبوكو وغردات توضيحا حول نشاط الجمعية والدراسات التي أجرت للتعرف على أوضاع المعاقين الاقتصادية والاجتماعية ونتائجها، وورش العمل المنظمة بشأن المعاقين وأنشطة التأطير والمعلومات وأنشطة التعليم الأكاديمي والمهني ورعاية المعاقين وتعزيز القدرات الاقتصادية للأعضاء. ودعا لتعاون المجتمع والشركاء لحل مصاعب المعاقين. من جانبه أوضح مسؤول جمعية المعاقين فرع إقليم القاش بركة السيد شمولة والدقرقيش أن مساهمة كبيرة يقوم بها الشعب والإدارات لتحسين الحياة المعيشية للمعاقين. وأكد المشاركون في الاجتماعات على الاستعداد لتقوية مساهمتهم للدفع بقدرات المعاقين الاقتصادية. يقوم سكان 22 الضاحية بمديرية عرزة بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه بتعاون وزارة الزراعة وإدارة المديرية. أوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد محرتها رأيا أن العمل يجري لبناء وصيانة المدرجات في مساحة حوالي 148 كيلومتر في مساحة حوالي 148 متر، والحواجز المائية في مساحة 886 هكتارا هذا العام. ودعا المجتمع عامة والمزارعين خاصة للحفاظ على المياه والتربة المنحدرة من المرتفعات والعناية بأراضيهم. ودعا السكان للاهتمام بخزان عد بلساي لامتلائه بالطمي. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيمينارا للشباب العامل في مصنع النجارة والحدادة بدنقولو ومدرسة مساعدي التمريض بقندة حول رفع الوعي وتقوية التنظيم ومشاركتهم في التنمية. ودعا مسؤول الاتحاد في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إدريس عثمان دعا الشباب لتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية وتقوية المشاركة في التنمية.
وشدد على أهمية تعاون مؤسسات الحكومة والجبهة والمشاركة الطوعية للشباب لإنجاح برامج التنمية. كما عقد سيمينار ممثل لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في فورو. عقدت سيمينارات تنويرية بالقانون في ضواحي حقات ومدينة مصوع للسكان والطلاب والمعلمين لمكافحة الجريمة. وقدم توضيحا في السيمينارات حول أهمية احترام القانون وترسيخ القيم السمحة وانتهاك القانون وأضراره وعلاقة الشرطة الأهلية والمحاكم الأهلية وحركة المرور وغيرها. وقال قائد مركز شرطة حقات الملازم زايد تسفازقي في السيمينارات التي عقدت في ضواحي حشيشاي وبادوب وعد فاكاي وأنجلي وحرنت وقلاس وعدالة أن أعمال فعالة قد نفذت بتعاون المواطنين وحل أغلب القضايا بالصلح. وفي مصوع عقد مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة إقليم شمال البحر الأحمر الرائد تخستا دباس سيمينار لطلاب المصوع داعيا الابتعاد عن مسببات الجريمة والحفاظ على قيم المجتمع. وأهب المشاركون لمواصلة مثل هذه السيمينارات لأهميتها في مزاولة حياتهم اليومية. قدم اللاجئون المقيمون في مدينة ستوكهولم السويدية دعما لمركز تدريب الخدمة الوطنية بسوا، ذلك عبارة عن أدوات التعليم والرياضة. وفي مراسم التسليم التي جرت يوم أمس بسوا أوضح الشاب تيدروس غويتوم الذي جاء بالدعم وكان قد أدى واجبه الوطني في الدفعة 31 للخدمة الوطنية أنه قام مع أغرانه بجمع الدعم باستخراج المال والعمل لحل النواقص التي لمسها خلال تواجده في سوا، مشيرا إلى وجود أدوات دراسية ستدخل البلاد عما قريب. من جانبه شكر قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساقدي الدعم المقدم داعيا لمواصلته. وأكد مسؤول الشؤون الأكاديمية في المركز السيد دبرزين عند ميكائيل ومدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ روسم دبريوت على أهمية الدعم المقدم. وتوجد في سوا مدرسة تقدم التعليم حتى الصف التاسع لأطفال العمال المدنيين في معسكر سوا. من سوا مشاهدينا الأفاضل ننتقل وإياكم إلى الأخبار العالمية لكن بعد قليل. وفي الأنباء العالمية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة إذا لم تمنع المكسيك قوافل المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، وأنه سيبقى الحدود مغلقة لفترة طويلة. وسئل ترامب عما إذا كان سيغلق الحدود مع المكسيك أمام كل تجارة، فقال للصحفيين أنه قد يكون أمام كل تجارة. ويصف الرئيس أزمة الحدود بين بلاده والمكسيك بأنها أزمة إنسانية وأمنية متنامية، ويرى أن الهجرة غير القانونية والسلع المهربة التي لا تخضع للرقابة تضر بملايين الأمريكيين، ملقيا باللائمة على كل من الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة المكسيكية ومتهما المكسيك بحصد ثروة من الولايات المتحدة تتجاوز ما تدفعه لحماية الحدود. رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثالثة، مما ألقى بعملية الانسحاب من التكتل في أتون فوضى شاملة في نفس اليوم الذي كان موعدا للخروج. ويجعل قرار رفض النسخة المبسطة من الاتفاق الذي قدمته ماي للبرلمان من غير الواضح كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس، وينقل أزمة الانسحاب المستمرة منذ 3 سنوات إلى مستوى أعمق من الغموض. وبعد دقائق من التصويت كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 10 من أبريل لبحث قضية خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال عدد من الزعماء الأوروبيين أن خروج بريطانيا بدون اتفاق بات أمرا محتملا بقوة، وهو السيناريو تخشى الشركات أن يحدث فوضى في 5 أكبر اقتصاد في العالم. وأمام بريطانيا الآن حتى 12 من أبريل لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن لديها مسارا بديلا للخروج من الأزمة أو أن تجد نفسها خارج التكتل، ذلك من دون اتفاق. قالت تركيا أنها ستلتزم بصفقة شراء أنظمة S-400 الدفاعية من روسيا، وذلك بعدما أقدم
4 من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار لمنع تسليم أنقرة مقاتلات F-35 إن هي تجاهلت الاحتجاج الأمريكي وقبلت الأنظمة الروسية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أنه تم الاتفاق مع روسيا في النهاية وتم التوقيع على الاتفاقية وحاليا يجري النقاش على موعد التسليم. وذكر بيان أن أعضاء في مجلس الشيوخ قدموا سابقا مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات F-35 لتركيا إلا أن تصدق الحكومة الأمريكية على أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي S-400. وتركيا شريك إنتاج في برنامج مقاتلات F-35 الذي تبلغ تكلفته $1 تريليون، لكن الولايات المتحدة شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي تعارض شراء أنقرة للأنظمة الروسية. وختاما في هذه النشرة، قال باحثون إسرائيليون أنهم اكتشفوا أطول كهف ملحي في العالم بالقرب من الموقع الصحراوي بإسرائيل، وتم رسم خريطة لمنطقة طولها 10 كيلومترات من الممرات وغرف تحت الأرض في جبل سدوم تطل على البحر الميت، وذلك على مدى عامين من خبراء من 9 دول في جهود قادتها جامعة إسرائيلية في القدس. وقال الباحثون أن كهف ملحم حطم رقما قياسيا احتفظ به كهف في إيران لمدة 13 عاما ويتجاوز طوله 6 كيلومترات، وأضاف أنه بسبب الهطول المطري الذي يذوب أسطح الكهف فإن كهف ملحم سوف يزيد طوله أكثر بمرور الوقت. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تصبحون على ألف خير.